غادر البابا فرانسيس العراق وحلت مسألة الكرسي المختفي وفهمنا قصة المولدة في زقورة أور، لكن الجدل لم ينتهي، فطابع بريدي مقترح يخلد زيارة البابا سيعتمد في حكومة إقليم كردستان أعاد الجدل من جديد. فالحكومة حضرت 6 طوابع بريدية بمناسبة زيارة البابا فرانسيس، والذي خطب وصلى وسط تجمع جماهيري كبير في أربيل. هذه هي الطوابع ال6 والتي سيتم اعتماد واحد منها، لكن هذا الطابع بالذات والذي يظهر رأس البابا على خريطة كردستان الكبرى. كردستان الكبرى هي الدولة التي يحلم بها الأكراد، تشمل مناطق في سكناهم من دول مثل تركيا وإيران والعراق وسوريا. هذا الطابع المقترح أغضب تركيا، والتي تعتبر صعود الشعور القومي الكردي تهديدا لأمنها القومي. يقدر عدد الأكراد في تركيا بأكثر من 15 مليون نسمة، في إيران 8 مليون، في العراق 5.5 مليون، وفي سوريا 2 مليون. هم أكبر قومية في العالم من دون دولة إلى الآن. الغضب التركي كان كبيرا. قالت وزارة الخارجية التركية في بيان: تجرأت بعض السلطات المتغطرسة في حكومة إقليم كردستان على إساءة استخدام الزيارة المذكورة للتعبير عن تطلعاتها غير الواقعية ضد وحدة أراضي البلدان المجاورة للعراق. نتوقع بيانا عاجلا وواضحا من سلطات حكومة إقليم كردستان يصحح على الفور هذا الخطأ الجسيم. المعارضة التركية استغلت الموضوع واستغلت موضوع الطابع لمهاجمة الحزب الحاكم ورئيسه أردوغان. وهذه ميرال أكشنر، زعيمة حزب الجيد، حزب معارضة، أظهرت أمس في اجتماع كتلة حزبها البرلمانية صورة الطابع، وانتقدت أردوغان وقالت بأنه كان يقول أثناء الانتخابات البلدية أن كردستان هناك في العراق، انقلعوا إليها إن لم يعجبكم الوضع. وتقول إننا نفهم من أحد أصدقاء أردوغان وهو مسعود البرزاني أن كردستان ليست هناك، بل هنا في جنوب شرق تركيا. على وسائل التواصل الاجتماعي كان هناك تفاعل كبير مع هذه المسألة. آرام أحمد يقول: يخافون من طابع بريدي رسم عليه خريطة كردستان وهم أنفسهم يصنعون الأسلحة المدمرة للبشرية، إنها السخرية بحد ذاتها. نديم شنر يقول: نديم، إن كان لدى إدارة البرزاني طابع تذكاري للبابا تشمل أراضي تركيا، بالمقابل لدى الأتراك الحريصين على أراضيهم خريطة الميثاق المللي. إذا كان من يحلم بكردستان سيصبح مكانه القبر. أما بالنسبة لأحمد حسن يقول: عندما نشر القيادي في حزب العدالة والتنمية الأردوغاني متين كولنوك خريطة تركيا بهذا الشكل، يقصد بهذا الشكل، أدرجها في هذه الصورة، هذا الشكل تأكل قسما من سوريا، تأكل أقساما من العراق، تصل إلى إيران، تصل إلى دول مجاورة أيضا. أكمل التغريدة الآن بعدها. يقول: عندما نشر هذه الخريطة مدعيا أنها الخريطة الحقيقية لتركيا، لم نشاهد أي استنكار رسمي لحكومات العراق ولا لحكومة إقليم كردستان، مع أن خريطة كردستان الكبرى هي غير رسمية، ومع ذلك فهي تؤرق تركيا وتجعلها تستنكر بشكل رسمي. آخر تغريدة من قحطان يقول لك: هل طبع في كردستان هذا الطابع الذي يبين خريطة كردستان الكبرى وبموافقة الحكومة المركزية؟ ولماذا لا تكون خريطة العراق العظيم ومن ضمنها الإقليم؟ على كل حال، بعد الجدل هناك جدل كبير حصل، وصل الجدل طبعا من أوله إلى حكومة كردستان. فجوتيار عادل المتحدث باسم الحكومة قال: قدم عدد من الفنانين لوزارة النقل والاتصالات نماذج لطوابع تذكارية لزيارة البابا فرانسيس، لكن لغاية الآن لم يتم اعتماد أي من هذه النماذج. حكومة إقليم كردستان تتعامل مع ملف كهذا في إطار الدستور والسيادة العراقية، فضلا عن احترام مبدأ حسن الجوار.